شاهد عمرو أديب يفتح النار على الحكم محمد الغازي حكم مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب بعد عدم احتساب الهدف الصحيح لنادي المقاولون العرب بداعي التسلل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اتحدى لو في اهلاوي كان متوقع انه هيكسب. مبروك للاهلي. ما بينفعش الاهلي ما بيخسرش، ما بينفعش. خش يمين خش شمال، الاهلي كله رجال. مباراة متعبة للأعصاب، مباراة صعبة جدا، وكل التوفيق للأهلي العريق. كل حاجة النهاردة كانت ماشية بتقول ما ينفعش والأهلي ما بيخسرش. الجمهور ده ما ينفعش قدام دول الأهلي ما يخسرش، ما ينفعش أبدا. خش بقى يمين خش شمال، ما يجيبوش غير الأهلي. الأهلي لازم يكسب، الأهلي دايما عنده التوفيق، الأهلي رجالة. النهاردة لعب قوي عظيم. طبعا في الشوط الثاني كان في تراجع، طبعا في الشوط الثاني كان في مشاكل، طبعا في الشوط الثاني قلبنا وقع على بينالتي في الاخر. دايما في الشوط الثاني، انما بالطول بالعرض بالورب الاهلي هنوه كمل دستة الجاتوه. هنوه كمل دستة الجاتوه. رقم قياسي عالمي ويكسر رقمه العالمي السابق. يعني ما حدش بيكسر رقم، هو الأهلي بيكسر أرقامه. هنيئا لمصر، وهنيئا للنادي الأهلي، وهنيئا لهذا الجمهور المحترم، الجمهور الذي لم يصمت ثانية، لم يصمت لحظة. أطفال، رجال، نساء، شيوخ. لما قلت امبارح انه مصر والعالم العربي ورا النادي الاهلي لم اكن ابالغ. العالم العربي فيه جمهور اهلاوي كتير. وعلى فكرة يا جماعة، للأسف أنا دايما وشي حلو على أهلي، وقلت لحضراتكم 95% و9 الأهلي هيكسب. قلت ألف مبروك للنادي الأهلي. الأهلي دايما يكسب، الأهلي كعبه عالي على أي حاجة وفي أي حتة وفي أي وقت. هذا هو نادي البطولات، نادي يعرف يعني ايه بطولة، يعرف يعني ايه يسيطر، يعرف يعني ايه يخلص. بنتكلم على 14 15 لاعب كلهم معلمين، كلهم ابطال، كلهم اساتذه، كلهم بروفيسورات، كلهم عندهم ما يسمى بالسر العظيم، هو سر الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء. هم لا يلعبون، هم يتركون الفانيلا تقوم بسحرها دائما. هذا السحر الذي استمر على مدى 100 عام. 100 عام هذه الفانيلا لها سحر خاص، لا تعويذة، لا توليفة، لا دور. الأطفال، النساء، العالم، الشوارع المصرية احمرت. الناس ديت في درجة حرارة 37 كانت تزحف من كل مدن مصر، من المنصورة، من المحلة، من الأقصر، من أسوان، من بني سويف، من كل مكان يذهبون إلى استاد القاهرة، يقفون وراء هذا النادي العظيم. تشجيع هايل، تشجيع عظيم، نادي جبار، نادي عظيم. ألف مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله بطولات أخرى كثيرة. إنما النهاردة مصر سعيدة، تنظيم محترم حتى الآن، تنظيم يليق، تنظيم ما فيهوش مشاكل. يمكن اتعلمنا من اللي حصل قبل كده، ويقف جمهور النادي الأهلي وتحمر مصر كلها احمرارا كبيرا قرمزيا
عظيما وعلم كبير للنادي الاهلي ينزل الى الملعب، ولعيبه النادي الاهلي النهارده كانوا ابطال، كانوا بياكلوا النجيله اكل من الملعب. انما الحمد لله في النهايه استطاع الاهلي ان يحقق نتيجه جيده وان يفوز بالمباراه بصعوبه، وان ينجح انه يعني يقدر يعبر بها الى النهايه. طبعا شفنا قفشه كان ناوي يعمل واحده القاضيه ممكن، وخبط الدب في العارضه، الملعب كله قلب وقع، انما ما كانش محظوظ فيها قوي. انما الحظ كل الحظ والتوفيق كل التوفيق للناس اللي بتحط مجهود في الملعب. اللعيبه بتحضن الجمهور، اللعيبه تشعر انها مدينه للجمهور، اللعيبه رايحه بتقول للجمهور شكرا، بتقول للجمهور عملتوا لنا كل حاجه. هي دي مصر، هي دي مصر. اللي بيتكلم على الجمهور المصري اتفرج على الجمهور النهارده، اتفرج على الجمهور يوم الزمالك. طاقه، اضافه، قوه، عظمه، حماس، كل هذه الاشياء اللاعب بيبقى خجلان من نفسه، اللاعب بيبقى عايز يحط كل المجهود، كل المشاعر، كل شيء علشان الناس اللي جايه ديت، اللي راجع طنطا واللي راجع المحله واللي راجع بني سويف، يبقى راجع مجبور الخاطر. الاهلي جبر خواطر المصريين اليوم في الداخل وفي الخارج. روح بص في السعوديه، روح بص في الكويت، روح بص في الامارات، روح بص في لندن، روح بص في باريس، شوف الاهلاويه في الشوارع عامله ايه. الاهلاويه كلهم بنفس واحد كانوا يشعروا انه هياخدوا البطوله، هياخدوا البطوله. على فكره عندما تريد الاراده تنتقل الى الحياه، الإرادة تبقى موجودة. احنا كلنا نفسنا في الماتش ده، كلنا نفسنا نكسب على أرضنا. ما ينفعش، قلت لكم ما حدش صدقني. قال لك عمرو بينق على الأهلي، عمرو بيحسد. للأسف عمرو دايما وشه حلو على الأهلي حتى وهو قدام الزمالك. يعني مشكلتي أنا مع الزمالك مش مع الأهلي. فاليوم هو انتصار كبير، هو نجاح عظيم للكرة المصرية. في هذا اليوم كمصري يجب أن تكون سعيد وأن تشعر بكثير من التقدير لهذا النادي، نادي القرن، وحوش أفريقيا، أسود الغابة، أبطال الغابة، أبطال الدنيا كلها. النهاردة الأهلي له أن يكون سعيدا، فقد أسعد الملايين. هذا الأمر هو هام جدا بالنسبة لكل مواطن مصري. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للدستة، دستة جاتوه، كل حتة غير التانية، كل حتة عملها شيف غير الأولاني غير التاني غير الرابع غير الخامس، وعد 1 2 3 4 5 6 7 8، نفسك يتقطع من ال 12 مرة. هذا نادي يستحق التقدير، هذا نادي جمهوره يستحق وسام. يعني النهارده غير وسام اللي كان بيلعب، هذا الجمهور لو تقدروا تعملوا له باقة فل، لو تقدروا تعملوا له باقة ورد، لو تقدروا تعملوا له ميدالية وتعلقوها في رقبة هذا الجمهور، النادي الأهلي لا يكون مبالغا. يجب أن نتذكر اليوم شيء راقي في الملعب. أرى بوادر احتفال راقي في الملعب، وكنا كلنا حاطين ايدينا على قلوبنا انه ممكن في اي لحظة تنتهي المباراة وكل شيء ينتهي. عمرو أديب يسخر من فوز النادي الأهلي على المقاولون العرب في الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لعام 2025-2026، ويفتح النار على محمد الغازي حكم مباراة الأهلي والمقاولين بعد إلغاء هدف المقاولين الأول الصحيح بداعي التسلل.
وبهذه النتيجة يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بناقص مباراة عن النادي الأهلي.